المصريين القدماء، وخاصة الشمس، وهي تعتبر واحدة من الرموز المقدسة والأكثر أهمية في مصر القديمة، حيث ظهر في العديد في التمائم الفرعونية وغيرها. وتقديس الفراعنة للجعران خلاه يظهر بصور كتير قوي، منها إن هم عملوا منه تمائم فرعونية ومجوهرات وخواتم وحلى، وكانوا بيحطوا في سلاسل يحطوها على صدرهم الجعران أو أبو الجعل. كان المصريين القدماء يصنعونها للزينة، وأطلق عليه المصريين القدماء اسم خبري. ولما المصري القديم اكتشف الكتابة استخدم الجعران في صورته في كلمة معقدة معناها يأتي إلى الوجود، وبعدين بقت بمعنى يكون أو يصير. المصريين القدماء استعملوا الجعارين في الأغراض العامة، فكانت أختاما كالأختام الأسطوانية، وأزرار الأختام التي على صورة الحيوانات، والخواتم الذهبية الكبيرة. والمصريين القدماء كانوا بيلبسوها كتمائم واقية من الشر، كانوا بيتباركوا بالسلاسل اللي عليها جعران. وكان المصري القديم بيعتقد